هذا واحد من الأسئلة اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس في العلاقات ديالهم، واللي بصح كيبقى اللغز. علاش الاعتراف بالخطأ كيكون صعيب على بزاف ديال الرجال؟ أول حاجة ويمكن كلنا كنفكروا فيها هي العناد. كنقولوا راه غير راسو قاصح وفيه الكبرياء، ولكن واش بصح هادشي كافي باش يفسر كل شيء؟ الجواب في الحقيقة معقد كتر ما كنتصوروا. فيه ما هو نفسي، اجتماعي، وحتى بيولوجي. يلا نتعمقوا مجموعين ونشوفوا شنو كاين وراء هذا الستار، ونفهموا الأسباب الحقيقية اللي كتخلي هذه المهمة كتبان شبه مستحيلة. أول حاجة غادي نبداو بها هي الخريطة الاجتماعية. كل شيء أو تقريبا كل شيء كيبدا من الصغر. الطريقة اللي تربينا بها والمجتمع اللي كبرنا فيه كيلعبوا واحد الدور كبير بزاف في هذه القصة. من هو صغير الولد ديما كيسمع ديك الهضرة: كون راجل، ما تبكيش، ما تبينش الضعف ديالك. هاد الرسائل واخا تبان عادية، راها كترسخ عنده واحد الفكرة خطيرة، أن الغلط هو ضعف، وبالتالي الاعتراف بالغلط كيولي بحال الا كيهدد ديك الصورة ديال الراجل اللي المجتمع رسمها ليه. وهنا كاين واحد المفهوم مهم سميتو الرجولة الهشة. شنو كتعني؟ كتعني أن الرجولة ماشي شي حاجة اللي كتزاد مع الواحد، ولكن خاصو يثبتها كل نهار بالأفعال ديالو، بالسيطرة، وأهم حاجة بتجنب أي مظهر ديال الضعف. إذن فاش كيغلط كيحس براسو بحال الا خسر في واحد الاختبار مهم، بحال الا فشل كراجل. مزيان. دابا من بعد ما شفنا التأثير ديال المجتمع، ندخلوا شوية للداخل، الجانب النفسي. اشنو كيوقع بالضبط في نفسية الراجل فاش كيدير شي خطأ؟ شوفوا هاد المقولة ديال رينيه جيرار شحال زوينة: الأنا كيلعب دور الدرع. يعني فاش الأنا أو الإيجو كيحس بالخطر ما كيهبطش الدفاعات ديالو. وشنو هو الخطر هنا؟ هو الاعتراف بالغلط. كيعتبره بحال شي طغرة في هالدرع، وكيخليه يحس براسو عريان وضعيف. ولكن من شنو خايف بالضبط؟ الخوف ماشي غير من كلمة غلط، لا، الخوف هو من فقدان الاحترام والمكانة ديالو. خايف يبان ضعيف، خايف يربط داك الغلط بالفشل ديالو كراجل، وطبعا خايف من اللوم والنقد أو يتجبدوا مشاكل قديمة. إذن القضية عنده ماشي سهلة، راها سلسلة ديال العواقب اللي كتهدد الاستقرار ديالو. وهنا كنوصلوا لواحد النقطة مهمة بزاف، اللي هي اللغة. اللغة، حيت الاعتذار عنده لغة، ومرات كتكون هذه اللغة مختلفة تماما بين الرجل والمرأة. ماشي بالضرورة كيهضروا بنفس الطريقة العاطفية. كاين واحد الاعتقاد شائع أن المرأة هي اللي كتقدم الاعتذار أكثر، ولكن كاين واحد دراسة حديثة دارت على محادثات واقعية، وهاد الدراسة كشفات على شي حوايج مفاجئة. هذا الدراسة اللي كنهضروا عليها اللي تنشرات في مجلة منجال مهمة بزاف. علاش؟ حيت ما اعتمدتش على استطلاعات الرأي، لا، بل حللت آلاف المحادثات الحقيقية والواقعية، وهذا الشيء كيعطيها واحد المصداقية اللي هي كبيرة. إذن شنو لقات هاد الدراسة؟ المفاجأة هي أن الفرق ماشي في التكرار، يعني شحال من مرة كيعتذروا، ولكن في الوظيفة، يعني علاش كيعتذروا. هنا فين كاين الفرق الكبير، الهدف من الاعتذار هو اللي مختلف. شوفوا معايا هذا الجدول. الدراسة لقات أن المرأة كتستعمل الاعتذار الجدي، داك اللي الهدف منه هو إصلاح العلاقة والمشاعر، بشكل أكثر. أما الراجل فكيستعمل بزاف الاعتذار المسبق، مثلا قبل ما يطلب شي حاجة أو يقاطع شي حد في الهضرة كيقول اسمح لي. يعني كيستعملوا كأداة لتسهيل الحوار، ماشي بالضرورة كاعتراف بالذنب. مزيان. بما أن الاعتذار بالكلام كيكون صعيب، بزاف ديال الرجال كيلقاو طرق أخرى باش يعبروا على الندم ديالهم، طرق اللي هي عبارة عن أفعال ماشي أقوال. وهذا هو اللي كنسميوه الاعتذار الضمني. كيفاش كيكون؟ اولا كتلقى التغيير في السلوك ديالو، ثانيا كيزيد الاهتمام والعنايه، وثالثا كيدير محاوله باش يصلح الموقف او يعوض. يعني بلاصه كلمه سمحي لي الافعال ديالو هي اللي كتهضر. هذه هي اللغه ديالو. اوكي، دابا فهمنا الأسباب النفسية والاجتماعية. السؤال المهم هو كيفاش نقدروا نبنوا جسور التواصل ونتعاملوا مع هذا الموقف بطريقة اللي هي بناءة. هنا كاين بعض النصائح المهمه. اولا اختيار الوقت والمكان المناسب. ثانيا نحاولوا نتفاداو المواجهه المباشره، مرات الحوار جنب لجنب كيكون احسن. ثالثا نستعملوا عبارات بحال انا حسيت بلاصه انت درتي. واخيرا نعطيو مساحه للتفكير بلا ضغط. الهدف هو نخلقوا مساحه امنه للحوار، ماشي ساحه معركه. مثلا بلاصة ما نمشيو مباشرة بالاتهام، ممكن نقولوا بصراحة حسيت بالإحباط من هذا الموقف، شنو بان لك؟ شوفوا الفرق، هاد الطريقة كتفتح نقاش ماشي مواجهة. الهدف كيولي هو التعاون باش نلقاو حل، ماشي نحددوا شكون اللي ربح وشكون اللي خسر.
إذن فالأخير يمكن خاصنا نعاودوا نشوفوا شنو هي القوة الحقيقية، خاصنا نعاودوا التعريف ديالها. القضية أبداً ماشي شكون غادي يربح في النقاش. العلاقات الصحية مش هي حلبة ديال المصارعة اللي خاص يكون فيها فائز وخاسر. زاء، القضية الحقيقية هي كيفاش نقوي الرابط اللي بيناتنا. فاش كيولي هذا هو الهدف، الاعتراف بالغلط ما كيبقاش علامة ضعف، كيولي خطوة للأمام. وهذه هي الخلاصة اللي بغينا نوصلوا ليها. الاعتراف بالخطأ ما كينقصش من الرجولة، بالعكس كيزيدها قيمة. القوة الحقيقية ماشي أنك ما تغلطش، ولكن هي الشجاعة باش تعترف بالخطأ ديالك. وهذا النضج هو اللي كيعطي قيمة للعلاقة وللشخص.